صباح الخير. من النهارده بقى علبه السمنه اوعي ترميها علشان هتعملي احلى توست فيها. انا استخدمت 4 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره ممسوحه من الخميره، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الملح، معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من الزبده، ومعلقه كبيره من الخل وبيضه. وهعجنهم بكوبايه وربع خليط ما بين اللبن والميه او على حسب قوام العجينه، المهم ان هي تكون طريه وبتلزق حاجه بسيطه. هسيبها تخمر للمره الثانيه. انا استخدمت علبه سمنه مقاسها 1.5 كيلو. هاخد مقاس الوش بتاعها ب4 طبقات من ورق الفويل، وهرش رشه دقيق حلوه، وهفرد العجينه. وبعد ما افردها هتني الجوانب على جوه، وبعدين هرجع افردها تاني، بس هاخد مقاس العلبه وانا بفرد. وبعد ما الف العجينه رول هقفل الطرف بتاعها كويس واحطها جوه علبه السمنه. علبه السمنه مدهونه بالزيت والدقيق، وهغطي علبه السمنه واسيبها وهي نايمه كده علشان تخمر للمره الثانيه. مش هوقفها ابدا، بس وهي بتخمر هحط تحت طرف العلبه كده فوطه عشان لما افتح غطا العلبه العجينه ما تطلعش بره. بعد ما تخمر غطيت العلبه بورق فويل وحطيتها في صينيه الومنيوم، وهتزنقي وش العلبه بحاجه، وهتدخل على الفرن سخنه على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هتختبريها بعد 40 دقيقه.